صينية السردين بالبطاطس هعملها معاكم بطريقة سهلة قوي وبتتبيلة تجنن. وهعمل معاكم كمان بتنجان مقلي بنفس التتبيلة. هقدم معاهم بطاطس محمرة وطماطم متبلة وجرجير. بجد أكلة رهيبة. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الجمال ده كله اتعمل ازاي. هنحتاج أول حاجة كيلو سردين غسلته كويس قوي بالملح والليمون، وبعد كده أسيبه على جنب وأبدأ أجهز التتبيلة. في الكبة نزلت براس توم صغيرة وعليها طماطمية صغيرة وفلفلاية حمرا برضو صغيرة وعليها عصير ليمونة. وبعد كده نزلت عليهم بثلاث معالق خل كبار. التوابل اللي استخدمتها هي ملح وفلفل اسود وكمون، كزبرة ناشفة وبابريكا. لو وصلتي معايا لهنا ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة لو اول مرة بتشوفيني على اليوتيوب، وفولو للبيجي لو بتشوفيني على الفيسبوك او التيك توك. هضرب الكلام ده كله مع بعض كويس جدا. هيبقى معايا بالشكل ده. الريحة رهيبة يا جماعة. شايفين قوام التتبيلة عامل ازاي؟ نزلت عليها بكزبرة خضراء كنت مقطعها صغير، طبعا كنت واخدة منها الورق بس. وبقت كده التتبيلة جاهزة معايا وبقت بالشكل ده. ريحتها خطيرة. كنت مجهزة خضار هو عبارة عن طماطم وفلفل وبصل. اخدت معلقتين كبار من التتبيلة في طبق وسبتهم على جنب اتبل بيهم البتنجان اللي لسه هعمله معاكم دلوقتي. ودلوقتي نزلت بمعلقتين من التتبيلة على الخضار، وقلبت التتبيلة في الخضار كويس قوي لحد ما الخضار اتغلف في التتبيلة وبقى بالشكل ده. وكنت مجهزة كمان بطاطس كنت مقطعها شرايح متوسطة، يعني لا هي سميكة ولا هي رفيعة. حمرتها حوالي 50% بس. نزلت بالبطاطس في الصينية، وبعد كده نزلت عليها بمعلقة من التتبيلة ووزعتها على البطاطس كويس قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ودلوقتي نزلت بالخضار على البطاطس ووزعته كويس بالشكل ده. دلوقتي كنت بتبل السردين من جوه ومن بره كويس، واللي خلصها احطها فوق الخضار. اهم حاجه تتبيل السردين كويس قوي عشان التتبيله هتفرق في طعم السردين. انا هنا خلصت كل الكميه، كان باقي معلقه تتبيله فوزعتها على وش السردين كده تمام قوي. اخر حاجه وزعت 3 او 4 معالق زيت كبار على السردين. وانا بحب احط على الوش كده رشه كزبره ناشفه، بتديها ريحه وطعم حلو قوي. رشه خفيفه كده. وبعد كده دخلته الفرن درجة حرارة 200 على الشبكة رف أول من تحت لحد ما يستوي. أشغله الشواية هياخد اللون المظبوط. ودلوقتي لحد ما يستوي هعمل معاكم البتنجان. معايا كيلو بتنجان رومي غسلته كويس ونشفته، وبدأت أشيل أطرافه بالشكل ده. أنا بشيل يعني جزء من القشرة كده، هي شكل بس مش أكتر. لو حابة تعمليها اعمليها، مش حابة خلاص. بشيل جزء من القشرة بالشكل ده. هبدأ دلوقتي اقطع البتنجان شرايح تكون سميكة شوية، يعني عشان كده كده لما بتحمر في الزيت حجمه بيقل شوية، فانا مش عايزاه ينشف. فهوريكم دلوقتي السمك اللي انا بقطعه بيه. هو ده السمك. حلو قوي كده. هخلص كل الكمية بنفس الطريقة. كده خلصت كل الكمية، نقلتها في مصفى. رشيت عليه شوية ملح عشان ينزل المية اللي فيه، واما اجي احمره ما يشربش زيت. بعد ما رشيت عليه الملح اسيبه في المصفى حوالي ربع ساعة، وتحته طبق عشان ينزل اي مية زيادة فيه. وهنا كانت صينية السردين خرجت من الفرن، والبتنجان كمان كنت حمرته وحمرت معاه شطة. كان حلو قوي. دلوقتي هنزل عليه بالتتبيلة. بدأت اوزع التتبيلة كويس على البتنجان بالشكل ده. ريحة التتبيلة يا جماعة رهيبة، وهي نفس التتبيلة اللي عملت بيها السردين عملت بيها البتنجان، بس نقلت شوية في طبق خارجي عشان ما تتزفرش. وده كان شكل البتنجان بعد التتبيلة. عملت معاه طماطم متبلة، بطاطس محمرة، وجرجير، وبس كده. قد ايه الاكله رهيبه تفتح النفس. احلى من الخضار واحلى من اللحوم. بجد تغيير يا جماعه، بتبقى الاكله حلوه قوي.
كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى الفيديو يعجبكم وتشاركوه مع كل اللي بتحبوهم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير بافكار كتير جديدة ان شاء الله تنال اعجابكم. واخيرا ما تنسوش اللايك والشير.